أكبر كدبة بتتقال في العلاقات: المهم إنه بيحبني. لا، مش كفاية، لأن مش كل اللي بيحبك مناسب ليك. في ناس بتحب بعض بصدق ومع ذلك علاقتهم بتفشل، مش بسبب الخيانة ولا بسبب قلة الحب، لكن لأن الحب ده شيء والتوافق ده شيء تاني خالص. ممكن حد يكون بيحبك جدا لكنه مثلا ما يعرفش يحترمك، ممكن يكون بيحبك جدا لكن ما بيعرفش يسمعك، ممكن يكون بيحبك قوي لكنه يكون غير ناضج كفاية لدرجة ان انت بتتأذي منه كل يوم. في ناس بتفتكر ان وجود الحب هيحل كل المشاكل، لكن الحقيقة ان الحب ما بيعوضش غياب الاحترام، ولا بيعوض غياب الثقة، ولا بيعوض سوء المعاملة، ولا اختلاف القيم. وعشان كده في ناس كتير بتقعد سنين في علاقات متعبة لحد ما حد يقول لهم ويسألهم: انت مستحمل ليه؟ فيرد: اصل هو بيحبني. وكأن الحب ده شهادة ضمان، وكأن الحب ده معناه ان العلاقة دي صح. مع ان في ناس بتحب بعضها لكنها بتأذي بعض وبتستنزف بعض وبتكسر بعض من غير ما تقصد انها تعمل كده. واحيانا بتكون اصعب حقيقة ممكن تواجهها ان الشخص اللي قدامك ده يكون شخص كويس جدا وفعلا بيحبك لكنه مش مناسب ليك. واحيانا النضج انك تبطل تسأل هل الشخص ده بيحبني، وتبدأ تسأل هل العلاقة دي فعلا صحية لينا احنا الاتنين. لان الحب مهم، لكن الحب لوحده مش كفاية لنجاح ولا لاستمرار العلاقة.